حبيبي بقى بعد ما خلصنا القراقيش، شوفوا القراقيش عسل. شوفوا ده مدور اهو، ودي بالعجوه اهي، ده بالعجوه اهو، وده ايه بقسماطه. شفتوا بقى القراقيش الخطيرة والتسوية بتاعتها الجميلة مع ماما. يلا بقى حبايبي عشان نعرف طريقتها مع بعض. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ماما بقى هتعمل معاكم النهارده يا حبايبي شويه قراقيش بقى ايه بالعجوه وساده تحفه جدا. بص يا حبايبي المكونات، احنا معانا 2 كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ماما هتحط عليهم ايه 4 معالق كده من السمسم. بصوا السمسم دولت يعني براحتكم خالص على حسب ما انتوا تحبوا. يعني انا ماما حطت هنا 4 معالق، وبعد كده حطت ايه زي ما انتوا شايفين كده معلقه كمان. يعني هي بتقول لكم هنا ديت حاجه زي ما بتحبوا انتوا، يعني ان السمسم ده ملهوش يعني مقدار معين. اللي بتحبوا تحطوا، اللي مش بتحبوا ما تحطوش خالص، عادي جدا. هنا بقى يا حبايبي ماما معاها هنا ايه شويه صغيرين كده من اللبن، يعني نص كوبايه كده ولا حاجه. هتحط عليهم 4 معالق كبار كده من السكر، وهتحط كمان عليهم يا حبايبي معلقتين 2 برضو كبار من الخميره الفوريه. خلاص. القراقيش دي احنا معانا 2 كيلو دقيق. ال2 كيلو الدقيق بيحتاج معلقتين 2 كبار من الخميره الفوريه، ومعلقتين صغيرين 2 من البودر، معلقتين 2 صغيرين من البودر. خلاص. ومعنا كمان 4 معالق كبار كده من السكر. خلاص يا حبايبي. دلوقتي بقى هنا ايه ماما بتدوب هنا السكر كده مع الخميره، عشان طبعا ايه تسيبهم ايه يتفاعلوا كده مع بعض كده في اللبن ده. واهم حاجه يا حبايبي اللبن لازم يكون ايه دافي عشان ما يموتلكيش الخميره. وبعد كده بقى ايه ماما بتحط دلوقتي على الدقيق شويه كده ايه من الملح، معلقه صغيره كده من الملح. ومعانا هنا بقى المادة الدهنية، احنا معانا هنا نص كيلو سمنة وربع كيلو زيت. ال2 كيلو الدقيق واخدين نص كيلو سمنة وربع كيلو زيت. خلاص. يعني المادة الدهنية كلها على بعضها كده كيلو الا ربع. حابة انت بقى تستخدمي بقى سمنة بلدي زي ماما مستخدمة، حابة تستخدمي اي نوع سمنة تانية براحتك خالص، بس ماما بتحب تستخدم ايه السمنة البلدي. وزي ما انتوا شايفين كده بقى ماما ايه بتقعد ايه تبس كده بقى ايه السمنه بقى ايه والزيت كده في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده كويس. وبتقلب كده بقى، بتجيب الدقيق برضو اللي على الاطراف ده يا جماعه، لازم نبس ايه الدقيق في السمنه كويس. خلاص يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين هنا كده ايه ماما عشان مستخدمه سمنه بلدي فمش هتحط كتير من ريحه الموز. هي حطت واحده بس كده من ريحه الموز، عشان احنا بصراحه بنحب ريحه الموز قوي في القراقيش. فهو مستخدمه ايه منها واحده بس، عشان خاطر طبعا ما تغطيش على ريحه السمنه. طبعا ان السمنه سمنه بلدي فالصراحه حقيقه يعني ريحتها لوحدها بتكفيه. خلاص. طبعا بقى اللي مش بيحبها او بيحب يستغنى عنها براحته برضو، الروايح دي حاجه ترجع لك. وزي ما انتوا شايفين كده ايه ماما برضو ايه بتقعد تبس فيه كويس جدا. خلاص. هنا بقى يا حبايبي عشان ايه طبعا ماما ايه ال2 كيلو دقيق بتحط عليهم معلقتين 2 صغيرين كده من ايه البودر. تمام. وتقعد برضو هنا تبست كويس جدا. احنا كده خلاص عرفنا المقادير بتاعته. 2 كيلو الدقيق بياخدوا يا جماعه كيلو الا ربع من السمنه على الزيت زي ما انا قلت لكم. خلاص. وطبعا معلقتين 2 كبار من الخميره الفوريه، ومعلقتين 2 صغيرين من البودر. تمام. واربع معالق ايه كبار كده من السكر. هنا حبايبي بقى كانت هنا ايه خلاص الخميره بقى هنا اتفعلت كده مع السكر وشويه اللبن اللي ماما حطاهم دولت، كان نص كوبايه اتفعلوا. وبعد كده ماما نزلت عليهم بقى ايه على الخليط ده. وزي ما انتوا شايفين هنا كمان ايه ماما حبت هنا تعجن العجينه بتاعه القراقيش بلبن. انتي حابه تعجنيها بميه مفيش مشكله، بس طبعا اللبن يعني اكيد يعني تبقى مغذيه اكتر، فماما حبت ايه تعجنها باللبن. وطبعا اللبن بيكون دافي مش بيكون سخن. خلاص يا حبايبي اللبن بيكون دافي. حتى السمنه برضو، السمنه اللي ماما مستخدماها يا ماما يا دوبك كده فكاها كده على النار، مش مسخناها مش قدحاها يعني بمعنى اصح، يا دوبك بس فكاها كده على النار، لان احنا مش بنحب ايه صراحه نقدح السمنه. بصوا حبايبي هنا بقى ماما هنا بتوريكم هنا العجينه وبتقولكم هنا اعجنوها كويس. هنا كانت بتقولكم ان لسه محتاجه شويه سوائل، يعني محتاجه كمان شويه لبن، فهتعجنها كويس جدا. وطبعا بقى ايه اللبن ملهوش معيار، لان زي ما انتوا عارفين ان كل نوع دقيق بيختلف شويه عن التاني. يعني في مثلا نوع دقيق اللي بيقبل لبن او يقبل ميه منك، النوع التاني لا، على حسب يعني. خلاص. هنا بقى زي ما انتوا شايفين العجينه بقت ملبن في ايد ماما. ماما هنا كانت بتقولي هنا شايفين هنا العجينه هنا ملبن ازاي، وبتقولي هنا ايه مش بتمط. يعني ايه كده كده القراقيش بتاعتك هتطلع معاكي فقش كده بتقرمش وجميله مش خشنه. خلاص.
هنا بقى طبعا بتسيبينا بقى ايه العجينه ترتاح شويه، يعني سيبوها ترتاح كده من 10 دقايق. هنا بقى ماما كانت بتجهز هنا العجوه للقراقيش. هنا كان معاها هنا عجوه، طبعا هتستخدمي الكميه اللي انت عايزاها. ماما بتحب تحط عليها كده معلقه قرفه كده كبيره وشويه سمسم، وتحط عليهم كده معلقتين اتنين كده كبار من السمنه البلدي. وطبعا بقى تقلبها كويس جدا كده بايديها زي ما انتم شايفين عشان العجوه تطرى شويه. خلاص. الصراحه يا جماعه العجوه حطوا عليها معلقه القرفه، بتبقى ريحتها خرافيه في قلب العجوه، تبقى تحفه جدا. زي ما انتم شايفين هنا بقى الشكل ده بتاع القراقيش ده. ماما بتحب تعمله قوي بالعجله. هوريكم دلوقتي ماما برضو عاملاها ازاي. زي ما انتم شايفين كده ماما جابت قطعه كده من العجين، وفردتها كده بالطول على الطبليه دي. خلاص بتفردها كده بالطول وبتسويها كده من الجناب زي ما انتم شايفين. اهم حاجه يا جماعه افردوها كويس جدا. دي كانت العجينه بعد ما ارتاحت شويه. زي ما انتم شايفين كده ماما بتمشي بايديها على العجينه كده كلها بالطول، خلوها كلها يعني يعني مقاس واحد. زي ما انتم شايفين كده ما تخلوش حته تخينه وحته رفيعه في العجينه، لا خلوها كلها مقاس واحد. تمام. زي ما انتم شايفين كده وبتسويها بايديها من الجناب، وبتجيب بقى قطعه كده من العجوه وبتلفها كده على ايديها، وطبعا يعني بتحطها كده في نص العجينه عشان دلوقتي هتقفل العجينه دلوقتي عليها. القراقيش دي يا جماعه بقى تحفه تحفه تحفه. الصراحه هي مش اساسيه عندنا في العيد بس، هي عندنا طول السنه كمان. بتبقى حلوه كمان جدا يا جماعه في الفطار، وحلوه كمان في العشاء، حلوه في اي وقت. الصراحه بتبقى تحفه جدا، ملهاش وقت محدد يعني، عندنا بنعملها في كل وقت. وخصوصا بقى بتاعت ماما روعه، هتجربوها بجد هتحبوها قوي. وزي ما انتم شايفين كده حبيبي ماما بقى بتقفل عليها كده، بتقفل على العجوه كده بالعجينه. اعملوها يا جماعه حلو قوي. واللي مش عنده العجله دي حلوه قوي، بتاعت المعجنات حلوه قوي وجميله، بتدي اشكال حلوه قوي في العجينه. هتشوفها دلوقتي ماما هنا طبعا هنا بتقفل عليها. انا مرضتش اجري لكم الفيديو في الحته دي عشان خاطر اللي حابب يعني يعمل الشكل بتاع الشكل القراقيش بالعجوه ده يعمله. زي ما انتم شايفين هنا بقى ماما بتفردها كده بايديها كويس جدا، بتبططها حلوه قوي. لازم بقى تفرد فيها العجوه كده من جوه العجينه وتسويها كده من الجناب عشان تبقى كلها مقاس واحد. خلاص. انتم شايفين هنا ماما بتقطع الزوايد كده هنا من الجناب. الزوايد دي اللي هي زوايد العجينه يعني، وبتقطع بقى القراقيش كده بقى بالعجله. شايفين العجله التجزيعات بتاعت العجله دي حلوه قوي من الجناب. حلوه قوي الصراحه. بس وطبعا بقى يكون بقى جنبك صاج كده بقى طبعا غسلاه بقى ومنشفاه كويس جدا، وبترص بقى القراقيش بقى على الصاج كده. شايفين شكلها جميل وتحفه. طبعا بقى هندخلها بقى الفرن. هنا بقى حبايبي هنا بقى بعد ما هنا الصاج كده بقى كله خلص، طبعا بقى ماما هتدخله الفرن طبعا على درجه حراره هاديه. انا موريه لكم الفرن تبقى درجه الحراره بتاعته هاديه من الجناب ومن تحت كمان. هنا بقى حبيبي ماما تعمل هنا معاكم برضو شكل تاني كده من القراقيش. هتعمل معاكم القراقيش بقى المدوره، تحفه جدا. انا بحبها قوي الصراحه الشكل ده. الصراحه بحب القراقيش الساده اللي بتبقى مدوره بالشكل ده، جميله جدا. ماما بتكون قدامها قطعه كده من العجين وتقطعها قطع صغيره كده عشان تاخد على طول بقى وتعمل الشكل اللي هي عايزاه. زي ما انتم شايفين كده الشكل المدور ده يبقى حلو قوي. هتوريكم بقى دلوقتي في الفرن. زي ما انتم شايفين كده النار هاديه من الجناب وهاديه كمان، بتبقى كمان هاديه من تحت. شايفين هنا الصاج هنا بقى عليه القراقيش المدوره تحفه تحفه تحفه. طبعا بقى انا كنت قاعده بقى بساعد ماما. هنا كان اول صاج هنا كان طالع خلاص من القراقيش اللي هي بالعجوه ده، كان تحفه. شوف التسويه كمان يا جماعه حمرا وجميله ازاي. خلوها على نار هاديه عشان من قلبها من جوه يستوي كده على نار هاديه وحلوه. هنا بقى ماما بتعمل شويه هنا اصابع دي بتبقى جميله قوي، بتسقسي بقى فيها في الشاي اللبن، تبقى تحفه جدا. طبعا بقى هسيبكم بقى دلوقتي مع ماما توريكم بقى التسويه بتاعت القراقيش، تبقى جدا جدا جدا. هتوريها لكم بقى كمان. وهي دلوقتي شايفين يا جماعه القراقيش في الصاج. هسيبكم بقى مع ماما وهي بتوريها لكم. حبيبي بقى بعد ما خلصنا القراقيش، شوفوا القراقيش عسل. شوفوا ده مدور اهو، ودي بالعجوه اهي، ده بالعجوه اهو، وده بقسماطه.
تحفة يا ماما، ما شاء الله. فقش يلا، يا جماعة، بتبقى فقش كده كل وجميلة. سنة وانتوا طيبين، وعقبال السنة الجاية يا رب على خير، وما نقص حد يا رب. ربنا كل سنة وانتوا طيبين. بس يا حبايبي دي الكمية بتاعت ال2 كيلو، عملت الكمية الحلوة دي ما شاء الله فرط. وعملنا بقى ايه العجوة معاكم، وعملنا الصوابع، ان شاء الله بقى تجربوه ويعجبكم جدا. مع السلامة.